بعد ما قدرنا نظبط الفورماتنج للبيانات بتاعتنا او الدوكيمنت بتاعنا، نقدر كمان نعمل زي سامري كده للبيانات بتاعتنا بطريقه فيجوال شويه. يعني ايه؟ يعني ممكن اطبق حاجه اسمها الكونديشنال فورماتنج والسبارك لاينز. دي بتعمل ايه بقى؟ ان انا بقدر ادي فورماتنج للسيلز بتاعتي اوتوماتيك بكونديشنز. يعني ايه؟ يعني اقول له مثلا لو لقيت حد مثلا فيل، انا عندي كولوم كده للطلبه سكسس وفيل، فلو لقيت حد مثلا فيل لونه بلون لوحده من غير ما انا اللي اقف كليك على كل سيل والونها. او مثلا انا عندي شيت بتاع حسابات، فعايزه اقول له اول ما تلاقي رقم اعلى من التارجت اللي احنا المفروض نحققه لونه بلون اخضر، فاعرف كده ان ده هاي تارجت مثلا او لو تارجت وهكذا. فحاليا احنا بنقدر ندي كونديشنز للسيلز بتاعتنا سواء تكست او نمبرز او ديت، واديله فورماتنج على حسب الكونديشن ده. لو الكونديشن فعلا ترو، فعلا خلاص اتنفذ، فهيطبق لي فورماتنج. طيب لو رجع لي فولس والكونديشن ما اتطبقش او الشرط بتاعي ما مش صحيح، فساعتها مش هيطبق الفورماتنج اللي احنا اخترناه. تعالوا نجرب مع بعض. انا عندي شويه بيانات، الاي دي بتاع الطلبه واسمائهم والادرس بتاعتهم، درجاتهم في 5 مواد وتوتال الدرجات، وهم سكسس ولا فين، ناجحين ولا راسبين. احنا عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه انا عايزه اقول له الناس اللي جايبه درجه اعلى من 50 روح لونها بلون، والناس اللي جايبه درجه اقل من 50 روح لونها بلون على مجموعه السيلز اللي فيها توتال الديجري بتاعتهم. فاروح من الهوم عند الجروب بتاع الستايلز، عندي حاجه اسمها الكونديشنال فورماتنج. تاني الكونديشنال فورماتنج بتعمل ايه؟ اللي انا بدي كونديشنز للسيلز بتاعتي، ولو الكونديشن ده اتحقق فهيدي الفورماتنج، لو ما اتحققش مش هيعمل الفورماتنج. هقول له كونديشنال فورماتنج هايلايت سيلز رولز، هقول له لو لقيت less than مثلا اقل من 50 مثلا 50 هيلون باللون الاحمر ده. طيب ففعلا لقالي عندي 2 طلاب اقل من 50. طب لو في طالب مثلا احمد ده صفرت له في رقم ممكن نسقطه دلوقتي، تمام، فهيظهر عندي فيل، ففعلا اتلون على طول. طب هخلي مثلا اروى دلوقتي تنجح واديها مثلا 18 درجة، لا احنا محمد اللي كان ساقط، فممكن محمد ده نديله مثلا 20 درجة، ففعلا هينجح. فكده الفورماتنج بتتغير عندي على حسب الكونديشن. فلو لقى رقم اقل من 50 هيطبق، ما لقاش خلاص هيسيب زي ما هو. طب انا عايزه ادور على الناس اللي جايبه مثلا اعلى من 70، فهعمل ايه؟ conditional formatting highlight sales rules greater than، لو لقيت اكبر من مثلا 70 روح لونه بلون مثلا تاني، بدل light red fill with dark red text مثلا نقول له مثلا green fill وادوس اوكي. فاي حد اللون عنده اخضر معنى كده ان درجته اعلى من 70، مثلا نقول ان هم جيد جدا والامتياز. طيب هل ينفع نعملها على حاجات تانية؟ هروح اسلكت على مجموعة سيلز مثلا conditional formatting. خدوا بالكم انا بسلكت على سيل، عامله سلكت على سيل واحده فيطبق على السيل دي فقط. طب عايزه على مجموعه سيلز يبقى سلكت عليهم، واروح عند conditional formatting highlight sales rules او نوع من انواع الكونديشنال formatting زي ما قلنا الجريتر ذان اكبر من، less than اقل من، between يعني ما بين كذا الى كذا. يعني انا عايزه ادور في الرينج مثلا من 10 ل 20، من 0 ل 5، فبقدر احط له، لو قلت له between فانا مثلا عايزه الناس اللي جايبه مثلا من 1 لغايه مثلا 12، تمام، هيلونها مثلا باللون يلو فيل مثلا وادوس اوكي. فالناس دي جايبه من 1 لغايه 12. طيب ممكن اطبق كمان، احنا قلنا الجيرتر ذان الذان البتوين الايكوال تو، لو بدور على حد جايب 20 بالظبط اللي هو الدرجه النهائيه 20 بالظبط، هلونه مثلا باي لون من الالوان دي او باي فورماتنج جاهزه، مثلا ممكن نقول جرين فيل وادوس اوكي. فاي حد جايب بالظبط 20 هيتلون باللون ده. طيب برضو ممكن نعمل text that contains لو بدور على كلمة معينة او بدور على تواريخ، تمام، او بدور على تكرار في الداتا بتاعتي. طب تعال واحدة واحدة كده. انا عايزة اقول له لما تلاقي كلمة فيل روح لونه بلون احمر، وانا اللي هديله الفورماتنج، يعني مش هستخدم فورماتنج جاهز. فاروح اسلكت على مجموعة السيلز دي، هروح عند conditional formatting، هروح على highlight cells rule، هلاقي فيه date هلاقي فيه text that contains او equal to. انا بدور على الناس اللي بالظبط كلمة فيل، فدي او دي هتنفع في الاتنين. طيب هقول له كلمة فيل، فلو لقيت حد ساقط راسب روح لونه بلون. طب انا مش عايزه اختار الحاجات اللي جاهزه دي، هروح عند الكاستم فورمات وهبدا اديه الفورمات اللي احنا عايزينه. فانا عايزه الفونت مثلا يكون بلون ابيض ويبقى خط بولد مثلا. البوردرز مثلا عايزه البوردرز تكون بالشكل ده. الفيل ممكن نلونه بلون احمر الغامق ده وادوس اوكي، وادوس اوكي تاني. فاي حد راسب هيروح يديله اللون ده. طبعا انا كنت قايله له ايه، انت دور على الناس الفيل، تمام، هو بالنسبه له 50 دي على فكره ساقط، تمام، يعني هو واخد كونديشن اللي هو يكون اكبر من 50. طيب خلينا مثلا ننجح ساره دي مثلا نديها 10 درجات،
هتبقى سكسس، فالكلمه هتتغير، فبالتالي الفورماتنج هتتغير. طب تعالوا اروى دي مثلا نسقطها، احنا قاعدين بنسقط وننجح الناس كده عشان نشوف فعلا التغيير بيتم ولا لا. التغيير بيتم ولا لا؟ تمام، فعلا تم. مجرد ما هيلاقي كلمه فين هتتغير على طول. حلو قوي. يبقى احنا كده قدرنا نظبط حته السكسس والفيل بالتكست. يبقى اول نوع من انواع الكونديشنال فورماتنج اكبر من greater than less than between equal to، لو بدور على رقم معين او كلمه معينه. text that contains كلمه بتحتوي على حروف معينه. ديت لو في عندي تواريخ. والدوبليكيت فاليوز دي بتبقى مهمه جدا في لو حد شغال بقى داتا اناليسيز وبيعمل كليننج للبيانات، وفي كولومز كده بتبقى مهمه جدا ما ينفعش يكون فيها تكرار. زي مثلا برايمري كي لكل جدول، اي بيانات عندنا بيكون فيها برايمري كي، ده بيكون يونيك ونوت نل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش يكون فيها تكرار. يعني ما ينفعش يكون عندي طالب او 2 طلاب ليهم نفس الاي دي، ما ينفعش يكون عندي فاتورتين ليهم نفس رقم الفاتوره، وما ينفعش مثلا يكون عندي مثلا موظفين ليهم نفس الاي دي. فعلشان اشك هل فعلا في تكرار لا، فبعمل دوبليكيت فاليوز. يعني تعالوا نجرب هنا، انا هدي التو ستودنتس دول خالد وندى نفس الاي دي مثلا، نعتبر ان ده اي دي. فانا عايزه اشيك دلوقتي هل في تكرار لا، وانا اكيد مش يعني ايه مش هشوف في الواحد واحد دي. فاروح على الكونديشنال فورماتنج، هايلايت سيلز رولز، هلاقي الدوبليكيت فاليوز. ففعلا هو دلوقتي لو لقى فيه تكرار هيروح يلون، وطبعا لو انتوا بتدوروا على اليونيك هيروح يلون اليونيك. فعلى حسب انتوا بتختاروا ايه الحاجه اللي انتوا بتدوروا عليها بالفورماتنج اللي انتوا عايزينها، هيعملها لكم على طول، هيعملها لكم على طول. فزي ما قلنا الدوبليكيت فاليوز دي بالاخص في حته الداتا كليننج، لو انا بكلين البيانات بتاعتي وبدور على التكرار. طيب، فاحنا كده اتكلمنا على اول نوع من انواع الكونديشنال فورماتنج. طيب عايزه اشيل كل الكونديشنال فورماتنج دي. لو انا عايزه اشيلها بس على مجموعه السيلز اللي انا عامله عليها سيلكت، هروح عند الكونديشنال فورماتنج، هروح عند الكلير رولز واقول له للسيلكتد سيلز، فكده هيمسح لي الكونديشنال فورماتنج اللي عاملاها على مجموعه السيلز دي بس. طب عايزه اعملها على الشيت ككل او على الورك شيت ككل، فساعتها كونديشنال فورماتنج كلير رولز هقول له اعمل لي كلير رولز فروم انتاير شيت، يعني كل الشيت او ذس تيبل، يعني ده تيبل بالنسبه لي انا عايزه اكلير الرولز اللي موجوده في التيبل ده، فخلينا للانتاير شيت يمسح لي كل الكونديشنال فورماتنج. خدوا بالكم، هرجع خطوه ورا، انا عايزه اشيل الالوان دي مثلا، فبصوا هروح اقول له خليها نوفل، وروح لون الخط بلون اسود، ولا اي حاجه بتحصل خالص. ليه؟ لان دي كونديشنال فورماتنج، هو هيطبق في اللي موجود. واما اشيل دلوقتي كونديشنال فورماتنج هلاقي التطبيق اللي هو عمله. بس الفكره في ايه؟ الفكره ان الكونديشنال فورماتنج عشان تتشال مش بشيلها بقى بالفورماتنج العاديه، لا، لازم اعمل كلير الرولز اللي انا حطيتها، لازم اشيل الرولز اللي انا حطيتها علشان يقدر يعملها. طيب حلو قوي. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا بنقدر ازاي نطبق اول نوع من انواع الكونديشنال فورماتنج، وكمان ازاي بنقدر نعمل كلير للرولز اللي احنا حاطينها، سواء لجزء انا عامله عليه سيلكت او مثلا للانتاير شيت كله او للتيبل اللي احنا واقفين فيه. طيب لو انا مثلا عندي مجموعه الناس دي او الطلبه دول هم حوالي 8، وعايزه اجيب اعلى 2 طلاب عندي، اللي هو الطالب المثالي او مثلا اول الاوائل عندي، اول 2 بالظبط. فبعمل ايه بقى؟ بروح اسلكت على مجموعه السيلز دي، هروح عند الكونديشنال فورماتنج وهقول له من التوب اور بوتوم رولز جيب لي اعلى 10 ايتمز. طب انا مش هقدر اجيب اعلى 10 ايتمز، لا انا هجيب اعلى 2، انا مش عايزه اعلى 10. انتوا مثلا عندكم مليون طالب، عندكم 1000 طالب، عايزين تجيبوا اعلى 10، ال10 الاوائل، فممكن تعملوا كده. طب ينفع اجيب اقل؟ تعالوا دلوقتي هنشوف. طب انا عايزه دلوقتي التوب 10 ايتمز، انا عايزه التوب 2 ايتمز عندي، وروح لونهم باليلو مثلا وادوس اوكي. فكده اعلى 2 عندي فعلا راح لون. طبعا عايزه اجيب اقل 2، كونديشنال فورماتنج توب اور بوتوم رولز بوتوم 10 ايتمز، انا عايزه اقل 2 ملونهم بقى احمر مثلا، فهيجيب لي فعلا. طيب عايزه مثلا اشيل الرولز دي، فاقول له كلير رولز. يبقى تاني توب اور بوتوم رولز، ممكن اجيب اعلى 10 ايتمز او اعلى 10% كنسبه. طب ممكن اجيب اقل 10 ايتمز او اجيب كبرسنت برضو، وطبعا انتم ممكن تتحكموا في البرسنت دي، يعني مش شرط 10، 5، 3، براحتكم على حسب اللي انتوا عايزينه. ممكن كمان في التوب اور بوتوم رولز ممكن نقول له الابوف افريج والبلو افريج. ايه الابوف افريج والبلو افريج؟ هو بيحسب المتوسط بتاعه الارقام دي، اللي هو يعني الافريج بتحسب ازاي؟ مجموع الارقام على عددهم، يعني مجموع النمبرز دي على عددهم اللي هم ال8، يعني حوالي تقريبا 54 وشويه. فهو انا مش هروح احسب الافريج بنفسي، لا، هو هيحسب الافريج من نفسه، ولو لقى رقم اعلى من المتوسط ده او من الافريج ده هيديله لون، ولو لقى رقم اقل من الافريج ده هيديله لون برضه. فبعد ما عملت سيلكت وقلت له كونديشنال فورماتنج
وقلت له توب اور بوتوم رولز اباف افريج، لو لقيت رقم اعلى من المتوسط روح لونه باللون الاصفر. او خلينا نعمل كاستم فورمات ونديله مثلا باك جراوند دي وادوس اوكي وادوس اوكي. طبعا في رولز اصلا كانت محطوطه من قبل كده فممكن نشيل الرولز خالص ونجربها تاني. توب اور بوتوم رولز اباف افريج، فلو لقيت اعلى من الافريج اللون روح لونه باللون الاصفر. طيب وادوس اوكي هعملها. طيب تعالوا نجربها على مجموعه السيلز دي. راح اسلكت كونديشنال فورماتنج توب اور بوتوم رولز، هقول له لو لقيت رقم اقل من متوسط الارقام اللي انا عامله عليها سلكت روح لونها برضو بلون مثلا احمر وهكذا. طيب ده كده اول نوعين من انواع الكونديشنال فورماتنج. في حاجه لذيذه تانية، خلينا بس نشيل الرولز دي انتاير شيت وخلاص. ثالث نوع من انواع الكونديشنال فورماتنج حاجه اسمها الداتا بارز. دي بتبقى مهمه جدا للناس الداتا اناليست اللي هم شغالين في تحليل البيانات اكتر. ليه؟ لان هم بيطلعوا التقارير بيبقوا محتاجين يحطوا زي انديكيتورز كده او زي مؤشرات بتقول الارقام دي كبيره، ارقام متوسطه، ارقام دي صغيره، فبيستخدموا بالاخص الكونديشنال فورمات وبالاخص الداتا بارز والايكون سيتس، بالاخص الداتا بارز والكلر سكيلز والايكون سيتس. فالداتا بارز تعالوا نجربها بتعمل ايه. فانا مثلا بقول له استخدم لي الستايل ده، فكده بيقول ان اعلى رقم عندي ده، بعد كده ال70 بعد كده ال60 وهكذا. وطبعا لو انا رحت دلوقتي قلت له اعمل لي سورت مثلا صغير للكبير فهيبان عندي تمام التدرج. طيب خلينا ده نغير الرقم بتاعه مثلا عشان تحسوا بالتدرج شويه. ده مثلا نعلي مثلا 5 كده تمام كده. طيب ده ممكن نعملها ازاي تاني؟ كونديشنال فورماتنج داتا بارز، وابدا اختار اي ستايل جاهز من الستايلز دي، ابدا اختار اي ستايل جاهز من الستايلز دي. طب انا مثلا عايزه العب شويه في الستايل بتاعنا كونديشنال فورماتنج داتا بارز مور رولز. هلاقي عندي اللي انا ممكن اطبق كلر معين في البارز بشكل مثلا اورنج، عايزه اطبق بوردر، لون البوردر بتاعي في البوردرز نفسها لونه ايه، وحتى هو بيوريني زي بريفيو عندي كده وادوس اوكي فهيتطبق عندي. وطبعا خدوا بالكم دي فورماتنج. يعني ايه فورماتنج؟ يعني انا ممكن بكل سهوله عند الفورمات بنتر اكليك واخليه يعملها لي هنا، واعملها مثلا اعمل فورمات بنتر تاني واعملها مثلا على مجموعه السيلز دي. فانا ممكن اطبقها في اي مكان. بعد ما طبقتها كونديشنال فورماتنج واروح اطبقها على الكولومز اللي انا عايزاها، او فورمات بنتر واطبقها على الكولومز اللي انا عايزاها. بعد ما عملت كده في برضو من ضمن الاوبشنز عندي اللي انا طبعا لو قلت له مانج رولز، يعني بصوا كونديشنال فورماتنج مانج رولز، انا عايزه مانج رولز اللي عندي دي مثلا. فبقف على احنا هنا الرينج بتاعنا في الجي، فبقف عند الجي ده تمام. هقف عند الرينج اللي انا عاملاه واقول له اديت تمام، فهيظهر عندي تاني الجزء ده. وهقول له ساعتها اعمل لي شو بار اونلي، يعني انا دلوقتي عايزه اعمل اديت للرولز اللي انا حطيتها. فهقول له بعد ما عملت سيلكت وقلت له كونديشنال فورماتنج، خلينا نجربها تاني، واقول له مانج رولز واختار الرينج بتاعنا اللي هي الكولوم بتاع الجي، واقول له اعمل لي اديت للرول بتاعتنا، وهقول له اعمل لي شو بار اونلي بس انا عايزاه يعرض لي البارز فقط وادوس اوكي. كده هيعمل ايه؟ كده مش هيعرض الارقام، هو هيعرض البارز بس الارقام ما زالت موجوده. يعني بصوا هي ناتج من ايكويشن فالارقام موجوده بس انا عايزاه يعرض لي بارز بس، بحيث انا مش عايزه اعرض الارقام. نفس القصه مثلا خلينا اشيل كونديشنال فورماتنج اللي هنا، هقول له كريل للسلكتد سيلز. ممكن اطبق حاجه تانية اسمها الايكون سيتس، خلينا اطبقها على كولوم كونديشنال فورماتنج ايكون سيتس واختار ايكونز. الايكونز دي برضو انديكيتور كده زي مؤشرات بتقول لي الارقام دي كبيره صغيره متوسطه وهكذا. فلو الارز بتاعتي او الاسهم بتاعتي لونها اخضر فمعنى كده ان هي الارقام كبيره. طيب لو لون اصفر فمتوسطه، طب لو لون احمر لا قليله تمام. فممكن اختار من الاسهم دي. وطبعا نفس القصه في الشيبس ونفس القصه في الانديكيتورز اللي هي الاسهم وعلامه الصح والغلط وعلامه التعجب والفلاجز. وبرده لو ريتنج، لو انا بدي مثلا انا كمطعم او كماركت مثلا فانا عايزه اطلب من الكاستمرز بتوعي العملاء بتوعي يدوني ريتنج، فبعد كده عايزه الارقام دي اعملها بالستار. فلو الستار بتاعتي مكتمله يعني اللون بتاعها مكتمل فمعنى كده الرقم كبير متوسط قليل. نفس القصه في علامه النتورك والسايكلز دي او الكوارترز دي، وكمان اللي هي شكل البوكسز بتاعه الجيمز دي. فكل دول زي انديكيتورز او سيمبلز او ايكونز بحطها مع الارقام علشان بس تدي انديكيتورز الارقام دي كبيره ولا لا. فانا اكني بسمرايز البيانات بتاعتي بشكل فيجوال اكتر. فخلينا نجرب مثلا الشكل ده. طيب حلو اتطبقت عندي. انا ممكن بقى اعمل ايه؟ نفس القصه، اخلي يعمل هايد للارقام ويعرض الايكونز بس. هعمل ايه لو انا عايزه اديت؟ هقول له اعملي مانج رولز، هختار الايكونز او اختار الرول اللي انا حطاها واقول له اديت للرول دي،
وهقول له شو برضو ايكون اونلي، شو ايكون اونلي، وادوس اوكي، وادوس اوكي تاني، هتطبق عندي. طبعا ممكن ناخد ده ونروح على الفورمات بينتر نطبق على الكولوم ده، ممكن طبعا بقى دبل كليك علشان تطبق على كذا كولوم. يبقى انا كده عملت اخفاء الكولومز بتاعتي او الداتا بتاعتي، واديت لهم زي انديكيتورز كده، زي مؤشرات، زي رموز، زي مثلا اسهم، علامات مثلا زي اشاره المرور دي بتقول الارقام دي كبيره صغيره وهكذا، بحيث مثلا لو ولي الامر جه عندي فندى بالنسبه لي مثلا قليله في العربيك والانجليش، ومتوسطه في الماثماتكس، مثلا قليله جدا في الهيستوري والساينس متوسط. مثلا عندي احمد ده قليل جدا في اول 3 مواد وكويس جدا مثلا في المادتين، وهكذا بقى. فبقدر اشوف كل كولوم عندي زي انديكيتورز كده المؤشرات بتاعه الارقام فيه. طبعا لو حد شغال برضو في المحاسبه او في ارقام فيها ماليات، دي بتبقى برضو كويسة جدا، بحيث ان انا عندي ارقام كتيرة جدا وعايزة اشوف بس الكبير والصغير والمتوسط، عايزة اعرف الرقم ده كبير بالنسبة للارقام الموجودة ولا هو متوسط ولا صغير. عايزة ادي زي الداتا بارز، دي بتبقى كويسة جدا، يعني بتدي مؤشرات حلوة. او طبعا لو انتوا عاملين لها صورة هتبان اكتر، مش عاملين صورة يعني بتقدروا برضو تشوفوا الكبير والصغير والمتوسط. طيب ده كده conditional formatting، وقلنا ان احنا ممكن نسمرايز بالفكرة دي. ممكن في حاجة تانية، حاجة اسمها الكالر سكيلز، بس بتبقاش احسن حاجة الصراحة، بس خليني هقولها لكم، هجربها معاكم مثلا في الساينس، وهروح اشيل الرولز بتاعتنا. تمام، وهجرب معاكم الكالر سكيلز واختار السكيلز دي، اي كالرز من الكالرز دي. ممكن اروح على مور رولز. ميزتها ايه الكالر سكيلز دي؟ هي حاليا يعني زي ما بنقول كده هي لحد ما مش فعالة قوي. ليه؟ هقول له مثلا اما تلاقي الارقام قليله مينيمم، يعني لو انا باللون الجرين، والماكسيموم مثلا لو انها باللون الاخضر، وادوس اوكي، فالالوان بتتدرج ما بين الرصاصي للاخضر. فطبعا شايفين 18 و20 دي بالنسبه لي ده لون وده لون، 17 ده لون تالت، 15 ده لون رابع، فبتبقى صعبه في القراءه شويه. طبعا لو انا رحت رتبت ده من الصغير للكبير هتبان من الصغير للكبير فعلا تدرج الالوان. فساعات بنحتاجها بس بشكل تاني مش بشكل ده، يعني في حاجات بنحتاجها فكرة الكالر سكيلز دي بس بأفكار تانية. وطبعا ممكن تعملوا مثلا انا مش عايزة 2 color scale، انا عايزة 3 color scale، يعني مينيمم وميد بوينت وماكسيمم، واحط بقى 3 الوان، والالوان هتتدرج ما بين ال3 الوان دي. فعندنا في اوبشنز كتير بنقدر نعملها على الكونديشنال فورماتنج. بعد ما خلصت ممكن اروح اقول له اعمل لي كلير لكل الرولز دي. طيب خليني هشيل كل الرولز اللي عندي. واخر حاجه ازاي بنقدر نعمل كمان سمرايز للبيانات بتاعتي بطريقه فيجوالز، اللي احنا بنقدر نعمل حاجه اسمها سبارك لاينز. هي من انواع التشارت شويه او الرسومات البيانيه، بتسمري البيانات برضو بتاعتي. هروح عند الانسرت دي بقى، من الانسرت هروح اقف الاول على السيل اللي هعمل فيها السبارك لاين، واقول له انسرت عند الجروب بتاع السبارك لاينز، واقول له مثلا لاين. طيب ايه الداتا رينج بتاعتنا؟ اللي هي 5 درجات بتاع الطالب بتاعي، انا عايزه اشوف الرينج بتاعه ايه، بينزل بيطلع وهكذا، فادوس اوكي. فعمل ايه؟ اللي هو كان في اول ماده قليل، بعد كده زايد، بعد كده نقص في ثالث ماده، بعد كده زاد في رابع ماده، بعد كده نزل في خامس ماده. طب ينفع مثلا دي نطبقها على باقي السيلز؟ ممكن اسحبها بايدي كده هتطبق على باقي السيلز. طب تعالوا نغير النوع. ممكن اروح اطبق مثلا نوع تاني، هروح عند الانسرت وهروح عند الكولومز، وايه الداتا رينج بتاعتي اهي الفايف سيلز دول، وادوس اوكي فاعملها لي على طول. وبرضه اقدر اسحبها لتحت، واقدر من السبارك لاين تولز عند الستايل واقدر اطبق اي ستايل جاهز من الستايلز دي. وكمان ممكن نلعب فيها، يعني انا مثلا مش عاجبني الكالرز الجاهزه دي، ممكن انا عايزاها باللون الموف مثلا، مش موجود مثلا هنا من ضمن الكالرز، فقدرنا نختارها عادي من السبارك لاين كالر. ممكن نعمل ماركرز عليه، يعني مثلا اعلى بوينت روح لونها لي بلون. طب انا عايزاها بلون اخضر مثلا، ازاي بنتحكم؟ ماركر كلر، واقول له عند الهاي بوينت لونها لي بلون اخضر. طيب اعمل لي كمان اللو بوينت، اعملها بلون احمر بس هي مش باينه قوي، فهقول له اللو بوينت فعلا لونها لي مثلا بلون احمر. طيب نيجاتيف بوينتس، فيرست بوينت، لاست بوينت، فكل دي اوبشنز بنقدر نعرضها في الستايل بحيث تميز لي الارقام بتاعتي او تميز لي السبارك لاينز اللي احنا عملناها. يبقى في لاينز، في ممكن كولومز، في وين اور لوز. طبعا لو في ارقام بالنيجاتيف، يعني خلينا نجرب نلعب هنا نيجاتيف 18 مثلا، فبصوا بقت تحت. تمام، فطبعا دي بنستخدمها ايه؟ لو في عندي بوزيتيف ونيجاتيف، ارقام موجبه وارقام سالبه هتفرق، بس غير كده لا، استخدموا يا لاين يا كولوم عادي، يا لاين يا كولومز عاديه خالص. تمام،
وبكده قدرنا ان احنا نعمل سمرايز للبيانات بتاعتنا بطريقه فيجوالز باستخدام الكونديشنال فورماتنج والسبارك لاينز. المره الجايه ان شاء الله هنبدا في موديول جديد وهو التيبلز، وازاي نقدر نستخدم التيبلز وازاي نقدر نعمل كرييت ونلعب فيه الاوبشنز والستايلز بتاعته، وكمان ايه فايدته عن الرينج من الداتا اللي احنا كل ده بنستخدمه.